نبي من بني إسرائيل ربنا أماته 100 سنة، ولما رجع للحياة مرة تانية حصلت حاجة غريبة جدا. ربنا أراد إن هو يجدد لبني إسرائيل الدين بتاعهم بعد أن انحرفوا وفقدوا التوراة، فربنا بعث فيهم نبي اسمه عزير. وفي يوم عزير مر على قرية فرآها خاوية لا يوجد فيها أحد، فتعجب عزير وسأل نفسه هل ممكن ربنا يقدر يحيي هذه القرية بعد موتها؟ هو ما كانش مصدق إزاي ربنا يقدر يرجع الحياة لقرية بهذا الشكل. ويشاء ربك تحصل معجزة، ربنا يقبض روح النبي عزير وهو نايم فأماته 100 سنة، ثم بعثه للحياة مرة أخرى، وأرسل الله له ملكا يسأله عن المدة والوقت اللي مكثه هذا النبي وهو نايم. فرد النبي عزير على الملاك وقال له ممكن أنا نمت يوم أو يومين، ولكن الملاك صدم النبي عزير وقال له أنت نايم بقالك 100 سنة. النبي عزير في لحظتها ما كانش مصدق وبقى مذهول جدا. فالملاك أمر النبي عزير إن هو يتأمل في الطعام اللي كان معاه، فرأى النبي عزير الطعام والشراب زي ما هما، كأنه ما مرش عليهم إلا يوم واحد. وبعدين الملاك أشار إلى الحمار وقال له انظر إلى حمارك، فرأى الحمار ميت ومتحول لهيكل عظمي. وبينصدم النبي عزير وما بقاش مصدق إن هو فعلا بقاله 100 سنة نايم. وتحصل معجزة تانية من ربنا يحيي الحمار تاني أمام أعين النبي عزير. وقتها النبي عزير حس بالكلام الغلط اللي هو قاله، وقال في نفسه أعلم أن الله على كل شيء قدير. ربنا أمر النبي عزير إن هو يرجع للقرية اللي استعجب إن ممكن ربنا يرد لها الحياة مرة تانية. وفعلا راح النبي عزير للقرية وانصدم تماما من المنظر اللي شاف القرية قد عمرت وامتلأت بالناس ورجعت ليها الحياة مرة تانية. فسأل النبي أهل القرية وقال له تعرفوا نبي اسمه عزير؟ وقتها رد عليه أهل القرية وقالوا له نعم، بس ده ميت بقاله 100 سنة. فرد عليهم النبي عزير بكل ثقة وقال لهم أنا عزير نبي بني إسرائيل اللي ميت من 100 سنة. ولكن أهل القرية أنكروا إن هو عزير، ما كانش حد مصدق كلامه طبعا. وعلشان يتأكدوا من صدق كلام النبي عزير أتوا بامرأة عجوز كانت عايشة في هذا الزمان، وسألوها عن أوصافه وشكل النبي عزير، وتأكدوا فعلا من هذه المرأة العجوز أن هذا الرجل هو النبي عزير. وقتها كل أهل القرية آمنوا بيه ورجع يعلمهم التوراة من تاني. المستفاد من القصة اللي احنا حكيناها إن مفيش مستحيل أبدا مع ربنا. ربنا قادر إن هو يحيي الكون ده ويموته في لحظة، إن الله على كل شيء قدير.